عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلابي الحلوين، طلاب أولى إعدادي. معاكم مس رندا حسن. النهارده إن شاء الله هنعمل تجربة جميلة جدا. هنشوف كثافة بعض المواد بالنسبة لكثافة المية. في البداية خالص حابة أسأل طلاب الحلوين، ممكن إن احنا نميز بين المواد وبعضها عن طريق الخواص نقط والخواص نقط؟ الخواص الكيميائية والخواص الفيزيائية. برافو عليك، الخواص الكيميائية والخواص الفيزيائية. طب عايزة حد من الشباب اللي معانا قول لي إيه هي الخواص الفيزيائية؟ تقف بس بالراحة. اللزوجة، الكثافة، درجة الانصهار، درجة الانصهار، ذوبان في الماء، الذوبان في الماء، الطعم والرائحة اللون والطعم والرائحة، درجة الصلابة، درجة الصلابة، ودرجة الغليان، درجة الغليان، والتوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي. برافو عليك، والتوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي. تمام؟ احنا النهارده اخترنا مع بعض خاصية، هي خاصية الكثافة. نشوف كثافة المواد بالنسبة للمية. عايز اعرف ايه المواد اللي عندنا؟ من تكون؟ الخشب، قطعة من الخشب. وانت؟ العملة المعدنية، قطعة من العملة المعدنية. وانت؟ مسمار صغير، والرول، مسمار صغير. وانت؟ مسمار كبير. مسمار كبير. الاثنين مصنوعين من الحديد، بس هشوف هل لو صغير هيبقى دي خاصية والحديد الكبير ليه خاصية، ولا خاصية المادة الواحدة ثابتة؟ من تكوني؟ مكعبات الثلج، مكعبات الثلج. وانت؟ ملعقة من زيت الطاق. وانت؟ قطعة من الفلين. وريني معاك ايه؟ خشب. بقطعة الخشب تنزلي في المية، ايه اللي حصل؟ الخشب يطفو فوق سطح الماء. ليه؟ لأن كثافتها أقل من كثافة الماء. برافو عليك. لأن الخشب كثافته أقل من كثافة الماء فيطفو على سطح الماء. من تكون؟ العملة المعدنية. انزلي. ايه اللي حصل لك؟ يغوص أكبر من كثافة الماء. الفرق بين الخشب والعملة المعدنية المسمارين. وريني المسمارين. زي ما احنا ما قلنا، مسمار صغير مسمار كبير. طبعا ممكن واحد يتوقع المسمار الصغير هيطفو، المسمار الكبير هيغوص. هنشوف بالدلائل. انزلوا. ايه اللي حصل؟ تغوص ليه؟ لأن الزبادي أكبر من كثافة الماء. لأن الاثنين من الحديد، والحديد كثافته أكبر من كثافة الماء. يبقى أنا المادة الكثافة صفة خاصية للمادة، ماليش دعوة بقى قطعة كبيرة قطعة صغيرة، ما دام مادة الحديد يبقى إذا هيغوص في الماء. علم، لأن الحديد كثافته أكبر من كثافة الماء. تعالى أنت مين؟ مكعبات الثلج. مكعبات الثلج. إيه ده؟ تفضل لأن كثافة الثلج أقل من. برافو عليك. مكعبات الثلج تطفو على سطح الماء لأن كثافتها أقل من كثافة الماء. من تكوني؟ زيت طعام. انزلي. حبة صغيرين كده بس. اللي حصل لك يا زيت؟ يطفو على سطح الماء لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء. آخر حاجة عندنا مين؟ قطعة من الفلين. انزلي يا فلين في المية. إيه اللي حصل لك؟ يطفو على سطح الماء. هي فلين تفيض على سطح الماء لأن كثافتها أقل من. برافو عليك. لأن كثافة الفلين أقل من كثافة الماء فيطفو على سطح الماء. هنستنتج منها. بصوا إيه اللي نزل؟ العملة المعدنية ومسمار من الحديد. علم، لأن كثافته أكبر من كثافة الماء فيغوص في الماء. مين اللي طفى؟ قطعة الفلين، قطعة من الثلج، وقطعة من الخشب. ليه؟ لأن كثافتهم أقل من كثافة الماء فيطفو على سطح الماء. أنا ممكن أميز بين المواد وبعضها عن طريق الكثافة. مين يقول لي بقى؟ كثافة خاصية كيميائية ولا فيزيائية؟ فيزيائية. برافو عليك. علم. لأن عرف الخاصية الفيزيائية. برافو عليك. إحدى خواص المادة التي يمكن ملاحظة، احنا شفناها اهو، لاحظناها. مين اللي طفى ومين اللي غاص، ويمكن قياس بعضها. ويمكن قياس ايه؟ بعضها. ده سؤال. أتمنى تكون التجربة مفيدة وكويس. تمام؟ دي من ضمن الأسئلة المهمة جدا في الامتحانات العملية. شكرا.